السلام عليكم الغزالات لي غازال اللي ابوني عندي. اليوم انا في هذا الفيديو بغيت نهضر معكم غير على بناتنا والمشاكل اللي كيطيحوا فيهم فاش كيمشيو للخليج. كاين واحد الظاهرة كتبان ليكم فاش كتكون عاشوراء. كتكون عايشورة وكتشوفوا كتكونوا تصفحوا في اليوتيوب، كيبان ليكم العالم المغربي مرفوع مع دوك اش نقولوا حنايا الموسم ديال الشيعة في كربلاء وفي مشهد في ايران وفي الحسينيات وفي داكشي. كيبان لكم العالم تاع المغرب، وبزاف اللي سولوني في المغرب علاش كيترفع. تنقول لهم هذا راه خطأ كيطيحوا فيه بناتنا ملي كيوصلوا للخليج، وسورتو اللي كيطيحوا في هادشي هما دوك البنات اللي ما عندهمش، ما قرياتش بزاف، ما فهماتش ما والو، وتتكون خلاص خرجت طالع عليها الزعف من المغرب. هاد البنت اش باغا هي عاد تمشي للخليج تخدم وتلقى مع شي راجل وتزوج بيه. سورتو لا طاحت مع خليجي صافي كتزرب، تيقول لها هو واش نتزوجوا، تتقول له واخا. ما كتسولوش على المذهب ديالو، تيكون هو مطور، هو عارف بان هي مغربيه دونك سنيه، وبان البلد ديالها في الدستور ديالو راه مكتوبه بلد اسلامي سني. فهو تيسكت على هاد القضيه وكيديها وكيكتب هو وياها. هي ما كتعرفش حتى فين كتبت العقد الزواج ديالها، البلاصه اللي كتبت عقد الزواج ديالها ماشي خاص بالسنه، خاص بالشيعه. يعني تزوجت بيه عقد ديال الزواج ديال الشيعه. تا هما راه عندهم العدولات ديالهم، انا نقولوا العدوله يعني هما تيقولوا من مولا وداكشي، وتيمشيو يكتبوا تمايا. كيكتب معها هاد العقد صافي كتبدا تعيش معاه، هي عرفاتو مسلم وصافي. كاين اللي كيسكت، ما كيقول لا انا شيعي ولا انا سني. البنت عاجباه مالو ينوض على راسو الصداع، هو حمق؟ لا، ما كيقولهاش، وهي كتبقى عايشه معاه. الدراري كتولد، ها هي ولدت. هاد الوليدات تيبدا هو يربي فيهم على طريقته، على الطريقه الشيعيه، على هذا. وهي جالسه نهار كتفهم تتقولي واه صافي، اضرب الفاس في الراس، انا ما عندي ما ندير، راني ولدت معاه دابا. كيكبروا دوك الوليدات كيكبروا بالتربيه ديال باهم ديال الشيعه، كيطلعوا لنا شيعه ولادها. ها هي دابا وبدات كتمشي كتزور كربلاء، كتمشي المشهد معاه، كتمشي كتدخل الحسينيات، كتمشي هنايا كتمشي هنايا، وهي مغربيه سنيه ضربت مع الحيط كل هذاك الدستور المغربي. علاش؟ لانها ما قرياش وما فهماش. ولاد بنتي هما شيعة، ها هما مشاو يزوروا كربلاء في عاشوراء. ها هي بانت لينا في الفيديوهات تتبان لينا الرايه المغربيه مرفوعه، الولاد راهم تحبوا المغرب، ولكن راهم شيعة يا بنت الحلال. يا اللي مشيتي وتزوجتي بشيعي وما خدمتيش عقلك، ونهار عرفتيه كان عليك اول سؤال تسوليه، تقول له ايه انت مسلم، ولكن اشنو المذهب ديالك؟ يا اخي انا راني من المغرب ورحنا بلد اسلامي سني، وما يمكنش انني ندير عقد زواج مع شيعي. هذا المشكل الاولاني. ندوزو المشكل الاخر اللي حتى هوايا تري فريكون، بزاف طاحوا فيه المغربيات، هو الزواج المسيار. كيجي تيقول لها غنتزوجوا، تتقولي واخا. هي ما عارفه مسكينه انواع الزواج اللي كاينين في دول الخليج. وبحال دابا الزواج المسيار راه هو عقد شرعي، راه ماشي ورقة، عقد شرعي ماشي بحال العرفي اللي غير ورقة كيكتبوها بيناتهم. لا، المسيار عقد زواج شرعي كاين في الخليج، دول الخليج كلها.
وهاد المغربيه اللي هي مسكينه انيغونت، ما فهماش ما والو، ما عرفاش راه داك عقد الزواج المسيار راه ما كيضمن لها لا نفقه، لا سكن، لا إرث، لا والو. يعني نهار هو غادي يبغي يطلق يزيد في حاله، يدوز لداك المكتب يطلق، ما بقى تشوفو، ما عنده حق لا تطلبو على نفقة ولا على في سكن، يعني يخرجها من الدار ومع السلامة. المصيبة هي لا ولدت معاه، دابا ها هي ولدت معاه، ها هو مشى في حاله، هي بغات دير ليهم الوراق، بغات دير ليهم مسكينة الاسم العائلي، وهذا راهم يعتبرون في المغرب ولاد زينة، لأن المسيار هو عقد غير شرعي في المغرب. ايوا يا البنات يا لي غازال توعنا، تبارك الله عليكم، الزين راه حنا نقرو به، الزين راكم زوينات، ايوا خدموا غير العقل شويه. كيفاش انتي غادا معاه تزوجي وما زلتي؟ سولي غا صحاباتك، سولي غا لا تلقيتي شي مغربي ولا شي حاجه، قول له راه عافاك راه كاين واحد السيد غيتزوج بيا وهذا وهذا، وقول لي عافين كنكتبوا يا بعدا العقد الشرعي اللي هو كيتكتب في قصر العداله، راه ما تيتكتبش كيديك لعند شي واحد ويكتب والصلاة على النبي، لا. ومن بعد ملي كطيحوا في المشاكل راني حنا شفناهم في اليوتيوب، راه شفنا عرا عند البنات موليداتهم، تيناديو صاحب الجلالة عافاك راه هذا والسيد الحموشي وهذا، وراه ما قالوا لكمش سيروا وديروا الاخطاء بحال هكا، راه قال لكم الا خرجتوا كونوا سفيرات شريفات عفيفات، وهزوا فراسكم فوق راسكم داك الرايه المغربيه وداك الجنسيه وداك الباسبور اللي عندك، راه احترميه احترميه، هداك الجنسيه وداك الباسبور اللي في يدك، وخدمي عقلك قبل ما تطيحي في واحد يضحك عليك. واش نتوما كتسحابوا رجال الخليج كلهم زوينين وكلهم عندهم الفلوس وكلهم؟ لا، راه تا هما المجتمع عندهم مقسوم على ثلاثة، راه كاين الأثرياء وكاين الطبقة المتوسطة وكاين الطبقة الكادحة، والطبقة الكادحة راه فيها رجال خليجيين تعطاو المخدرات، دمرت الأسر ديالهم، طلقوا، والله يحفظ والله يستر، عايشين على الشؤون الاجتماعية، المخصصات ديال الشؤون، وهادو هما اللي كيتساراو على المغربيات، وهادو هما اللي كيطيحوا مع المغربيات، وفي الاول تيقولها نتزوجوا لانه هو راه عايش مآسي، راه كاين اللي خدام والماندا ديالو كلها المعاش ديالو كيمشي للنفقه تاع ولادو عند ديك اللي مطلقها، وكيجي كيمشي يتسلف من البنكه شويش تاع الفلوس وكيجي بيهم المغرب، ودوك الفليسات اللي تسلف بيهم تيطرطقهم على شي وحده وكتسحابو راه لاباس عليه. ماشي كلهم رجال الخليج راهم عندهم الفلوس ولاباس عليهم. يا بنات المغرب حلوا مخاخكم شويه، كنهضر مع اللي ما فهماتش، لان شي وحده لا سمعتني غتقولك هادشي راه حنا عارفينه، اييه انتي عارفه، ولكن راه كاين اللي ما عرفاتش، وهما اللي طايحات في هاد المشاكل في هاد المصايب، هما اللي كيطيحوا في اليد ديال العصابات اللي كيتاجروا بالبشر، هما اللي كتزرب وكطيح على زنافرها تتمشي وكتزوج بسرعه وكتولي في مشاكل كبيره. راه بزاف اللي تزوجوا بالعرفي وما عارفاش مسكينه، هو تيقولها غنزوجوا غير عرفي وهي تتسحب واش داك العرفي راه معترف به في المغرب ومعترف به في ديك الدوله اللي هي فيها. كطيح مع مصري تيقولها غنديروا غير عرفي، كيجيب جوج صحابو كيكتبوا الورقه، وتتبدا مسكينه هي كطيح حامله وكيخليها هي في ديك المشاكل. فيقوا من القلبه، راه هادشي كتار في دول الخليج، كتار كتار بزاف. انا بعدا كنحترم كل وحده خرجت من المغرب غادا للخليج وهي مزوجه بعقد شرعي، عقد مقنن. العقد المغربي تنقول لكم العقد المغربي ديال الزواج راه معترف به
في الدولة اللي انت متجهة ليها في دول الخليج، لأن دايرين اتفاقيات بيناتهم. ما يمكنش شي خليجي يجي المغرب ويتزوج شي مغربية لما جابش الورقة تاع وزارة الداخلية وتاع أمن الدولة تاع بلادو، كتكشط في السفارة تاعتو وعاد كيجيبها لعند العدول وكدوز محكمة الأسرة وفهذا باش تيكتبوا ليه. هذا كنسميوه عقد زواج شرعي مغربي معترف به، يمكن لي يدار له التدييل. كيتسمى التدييل جاي من الدولة اللي مشيتي ليها راه غتعترف لك به، عارفي راسك راه غادا مع راجلك. اما شي واحد يبدا يضحك عليك ويقول لك غادي ندير لك كونطرا، يجي يتعرفك معاك هنا ويقول لك غنديك بكونطرا وغادي نخدمك تما وعاد غادي نشوفوا الا بغى الله حنا غادي نتزوجوا، هي غادي نشوف غير هني راسك حنا غنتزوجوا. راه عرفتي اذن الزواج اصعب شيء، الاذن تاع الزواج من اجنبيه هو اصعب شيء للرجال الخليجيين في كل دول الخليج. صعيب لان دايرين ليهم شروط. السعوديه دايره خصك تكون عندك اعاقه، فهمتي شنو هي، ولا تكون اسود اللون ولا عاد يمكن لك تزوج من اجنبيه. اما دوله الكويت ما كتعطيش، مانعاهم. الكويتي اللي جا وقال لك غادي نتزوج بك يا بنت بلادي راه كيضحك عليك، غادي يدخل داركم وغادي يخطبك، هو جايب فلوس شوف منين جايبها، ومن بعد غايقول لك مع السلامه وغادي يمشي، وما عمرك غادي تبقاي تشوفيه، ومصيبتك لا طحتي حامله منه، لان ما كتعطيش الاذن تاع الزواج من الاجنبيات. وقفات راه سنين هذه موقفه، وكل دوله في الخليج الا ودايره شروط. علاش؟ لان عندهم البنات بايرات بزاف وبغاو بناتهم يتزوجوا من ولادهم يتزوجوا من بناتهم، تقولوا لهم لا. ومطروح هذا المشكل تاع المغربيات لدول الخليج، مطروح طارح لهم مشكل كبير لان ولادهم كيبغيو المغربيات. وراش غنقول لكم الصافي راه مشاكل كثيره عند بنات المغرب في الخليج، راه فضيحه كبيره دايرات. واش كل مره كنشوفوا في الاخبار في الجرائد في الاعلام الخليجي مشكله. والله العظيم الا ولينا كنحشموا بزاف، ماشي هضره، لا كنحشموا. كتحشمي تلبسي الجلابه المغربيه تخرجي بها